سلام روزاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة تايتيفا. اليوم ان شاء الله راح نديرو عصير القرع او الكابوية الحمراء. كلنا نعرفوا الفوائد تاعها، راح نخدموه بطريقة صحية تنفع للصغار والكبار، خاصة مع بداية البرد وانتشار الإنفلونزا لأنه غني بالفيتامينات. راح نبداو ببعض الفوائد مكونات هذا العصير. عندنا الكابوية أو القرع الأحمر والجزر والبرتقال والتمر، كلها غنية بالفيتامينات خاصة فيتامين A و C اللي يقوون المناعة ويحافظوا على النظر، وأيضا يعاونوا على تفتيح البشرة وإعطائها نضارة وإنتاج الكولاجين. هذه المكونات مناسبة جدا للرجيم لأنها خفيفة وفيها ألياف تشبع وتعاون على تنظيم الهضم وتفادي الإمساك. فيها مضادات أكسدة وبوتاسيوم يعاونوا على تخفيض ضغط الدم وحماية القلب. أيضا يحتوي على مركبات مضادة للالتهاب مناسبة للناس اللي عندهم التهابات خفيفة في الجسم. الجزر رغم أنه حلو عنده مؤشر غلايسيمي منخفض ما يرفعش سكر بسرعة. البرتقال يحارب فقر الدم بالرغم أنه ما فيش حديد، بصح يعاون على امتصاص الحديد إذا كليتيه مع أكل فيه حديد مثلا سبانخ أو عدس. التمر فيه سكريات طبيعية جلوكوز فريكتوز يعطينا طاقة سريعة بدون إضافات صناعية. وثاني يساعد في تنظيم الهرمونات ومفيد بزاف للمرأة الحامل في آخر الشهور لأنه يسهل الولادة، وفيه حديد طبيعي يساعد في حالات فقر الدم الخفيف. ودوك نجوزو لطريقة التحضير. ناخذ حبة تمر، أنا درت 8 حبات، نحطو فوقهم شوي ماء سخون ونخلوهم 10 دقائق. نجيبو كمية من الكابوية الحمراء ونقطعها لمكعبات، وحبات جزر نقشروها ونقطعوها، وزوج حبات برتقال. أولا نحطو الجزر والكابوية مع الماء نطيبوهم ونخلوهم يبردو شوي. من بعد نجيبو محضرات الطعام ونديرو فيها التمر بالماء نتاعو ونزيدو الجزر والكابوية. وبالنسبة للبرتقال اللي تحب تستفاد منه كامل تحط الحبات كاملة، واللي تحب تعصرهم تدي العصير وتخلطه في الآخر. نطحنوا المكونات مع بعض حتى نتحصل على بيوري. هذه تقدروا حتى توكلوها للأطفال الصغار، مفيدة بزاف. ومن بعد نزيدو الماء حسب ما نحبو، وإذا خصت شوية حلاوة نقدروا نزيدو التمر. كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم، نتمنى تجربوها وتستفادوا من فوائد تاعها، وحتى نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. بقوا على خير وسلام.